وينك يا صدام حسين؟ وينك يا صدام حسين؟ وينك يا صدام حسين؟ هينبعوا فلسطين، هينبعوا فلسطين، هينبعوا فلسطين، هينبعوا فلسطين. وينك يا صدام حسين؟ وينك يا صدام حسين؟ وينك يا صدام حسين؟ وينك يا صدام حسين؟ السلام عليكم واهلا وسهلا بكم متابعينا الاعزاء، واهلا وسهلا بكل الناس اللي بتشوفني وبتشرفني لاول مره. في ظل الظروف اللي بتحصل لاهلنا في غزه من قتل وتدمير واباده، وفي نفس الوقت اللي بيحصل في ادلب لاهلنا في سوريا، وفي نفس الوقت بيحصل قتل وتدمير واباده في اليمن لاخواننا في اليمن، وفي نفس ذات اللحظه بيحصل برضو نفس السيناريو لاخواننا في العراق. فيا ترى العدو الوحيد للي بيحصل في كل الدول دي هل هم اليهود بس؟ علشان اليهود اللي احنا نعرفه او اللي الناس كتير تعرفه ان اليهود او الكيان الصهيوني متصدر الموضوع ده لاهل فلسطين بما ان هو مغتصب الارض. بس يا ترى هل ليهم ايادي تانية بتلعب في الدول الاسلاميه ولا لا؟ وهل فعلا ليهم مساعد ولا لا؟ علشان في ظل الظروف دي كلها بيطلعوا الشيعة المجوس وايران الفرس بتتصدر المشهد ان هم بيدافعوا عن الاسلام والمسلمين، وان القضيه الفلسطينيه هي رقم واحد عندهم. معرفش هم جابوا الجرأة الوقحة دي ازاي، وعايز اقول لهم طب اللي انتوا بتعملوه حاليا في سوريا ده ايه؟ واللي انتوا بتعملوه في اليمن حاليا وفي العراق حاليا ده بتسموه ايه؟ علشان كده يا حضرات انا جايب لحضراتكم النهارده 3 مقاطع فيديو هتبين وهتوضح قد ايه ان الشيعة دول فعلا ولاد عم اليهود، وهم في ظهر اليهود، وكل اللي بيحصل الان ده في كل الدول الاسلاميه الشيعة المجوس الفرس ليهم يد وليهم علاقه بيهم. علشان كده بتمنى منكم تحاولوا تتابعوا معايا الفيديو للنهايه، وبالخصوص شيعة العراق. يا شيعة العراق يلي بتشاهدوا الفيديو، في اخر الفيديو مقطع يخصكم انتم للمعمم الشيعي المعتدل والمعروف والمشهور ياسر العودة. فيلا بينا نشوفوا اول مقطع علشان نعرف العلاقة فعلا بين اليهود الصهاينة وبين الشيعة عاملة ازاي وواصلة لأي درجة. أريد أن أقول لإيران أنه ذبحتم أمة محمد، شاركتم الأمريكان، اتفقتم مع الأمريكان أن تكونوا خدما لهم في سحق الأمة ودمارها. أنتم خدم خامنائي، أنت خادم، أنت عدو لله ولرسوله، أنت قاتل أطفال المسلمين، أنت قاتل. أيها الإخوة اعلموا أن طاعتكم لهؤلاء معصية عظيمة وخيانة لأمة الإسلام. إياكم أن تصدقوا هذه السخافات التي تجري في لبنان إطلاقات نار. هذه مدروسة مع الأمريكان والصهاينة وطهران. قديما أنه يا أخي والله نحن صادقين، والله نحن الشيعة مؤمنين، والله من حب السنة ومن حب الشيعة ومن حب كل من يقول لا إله إلا الله. والله العظيم أني مستعد أن أموت في سبيل أي مسلم في أي مكان تحت أي جو من أي مذهب. ليش نظلم؟ نتهم بأمور يبدو أنها غير صحيحة بالنسبة لي. لا تبين بعدين لا في تشيع ثاني. وين في عدو لله ولرسوله يريد شرا بالمنطقة؟ في ناس باسم التشيع منهم بريء، الإسلام منهم بريء، محمد منهم بريء، علي بن أبي طالب منهم بريء. هؤلاء أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء محمد، أعداء علي. إياكم أن تصدقوا أنهم ينتسبون لهذا، بل يختبئون. هذا الحاكم في طهران عدو لمحمد ولعلي، هذا يبتدع تشيعا ليس له علاقة لسه من يومين طالع المتحدث الرسمي باسم حزب الله وقال ان استشهد من جنودهم 9 على الحدود وهم بيضربوا الكيان الصهيوني، الكيان المحتل. سمعتم يا جماعة؟ ده المعمم صبحي الطفيلي
المعمم ده هو من الذين أنشأوا حزب الله عام 81، وفضل ماسك زعامته لفترة طويلة جدا. يعني كان زعيم حزب الله صبحي الطفيلي. شفته بيتكلم ازاي وبيقول ايه عن حزب الله اللي هو حاليا بيدك وبيقتل في المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي كل دول المسلمين. شفتم يا معاشر المسلمين؟ سمعتم؟ اهو صبحي الطفيلي ده احنا زي ما بنقول هنا في مصر راجل من المطبخ، يعني كان معاهم شاهد كل شيء وعارف كل شيء. ولما اختلف معاهم وحس ان اللي الحزب بيعمله ده على عكس الاهداف اللي هو اصلا اتنشأ عشانها، من ان هو يحمي المسلمين ويقف جنب المسلمين، اتاريه هو الشوكة القوية اللي في ظهر المسلمين، وبالخصوص في ظهر فلسطين وفي ظهر أهلنا في غزة. فيا جماعة الخير، الفرس الشيعة الإيرانيين علاقتهم باليهود زي السمنة على العسل، زي كده السكينة في الحلاوة. يعني تقدر تقول إن هم زبادي خلاط. تعالوا كده نسمع الكلمتين دول للتاريخ ونرجع تاني. وعبر التاريخ لم يصادق اليهود بكل تاريخهم إلا المجوس الفرس. واخر امبراطور كرم اليهود فارسي. عم بحكي عن علاقات الفرس مع اليهود ليفهموا الناس قد ايه مهمه العلاقات الفارسيه اليهوديه. رح اقول لك شو قال رافائيل ايتان. رافائيل ايتان، في كتير ناس هلا عم بيسمعوني، كان رئيس الاركان السابق بجيش الدفاع الاسرائيلي. قال كلمه كتير مهمه، هو مات عام 2004 بعتقد، بس هاي الكلمه قالها بعام 1982 بآب. اسمع، كل تقارير مخابراتنا تقول أن بشير جميل، الرئيس بشير جميل، لا يمكن الاتكال عليه، وهو ليس المرشح الجيد لرئاسة لبنان. لن يقبله المسلمون أبدا، المسلمون بلبنان. أولا سيخلق لنا، انتبهوا منيح، أجواء عداء مع الشيعة في لبنان ويبعدهم عنا، يعني هن قراب. لقد أمضيت، عم يحكي إيتان، وقتا طويلا في جنوب لبنان أبني علاقات إسرائيل مع الشيعة وخاصة المعتدلين من حركة أمل. وأنا مقتنع، والكلام لرافائيل إيتان، أنه تحت ظروف مختلفة سيكون الشيعة، ضوء الكاميرا، سيكون الشيعة أفضل حلفاء لنا من الموارنة ومن بشير بكثير. وبيخلص رافائيل إيتان قائلا: المسيحيون لم يكونوا حلفاءنا. يعني حزب الله هو شريك أساسي لإسرائيل، والهدف الأساسي سيد رودولف، والهدف الأساسي، كلام للتاريخ، هو قيام شراكة شيعية صفوية صهيونية. انتبهوا ليش، شو الهدف منها؟ لضرب العمق السني القومي العربي، وضحايا هذه المؤامرة هم الشيعة العرب الأحرار والأقليات. إذا كنتوا رجال ما بتقتشوا ولا كلمة من حكي، ما رح نقطش ولا كلمة، ما رح نقطش ولا كلمة. إذا كنتوا رجال. إذا الحاخام ديفيد فايس يقدم هدية لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لنائب الأمين العام فضيلة الشيخ نعيم قاسم. وانا كلامي هنا ورسالتي هوجهها لعوام الشيعة اللي في العراق واللي في كل البلدان الإسلامية. يا شيعة فوقوا، يا عوام الشيعة فوقوا، واعرفوا فعلا مين العدو الأول. مين العدو الأول؟ أكيد طبعا هم اليهود الصهاينة. ومين الدراع اليمين ليهم؟ ومين اللي بيساعدهم؟ شفتم يا جماعة فعلا الضحية هم شيعة العرب الأحرار اللي ممكن ما يكونوش واخدين بالهم من المشهد كويس. إيران، الفرس، المجوس اللي هم دلوقتي سبحانك يا رب يقول لك إن إحنا آل البيت، وتزعموا ان هم يكونوا يمثلوا آل البيت، وآل البيت منهم بريء. فاكرين المكحوم الخميني، الهالك الخميني اللي هو نائب الإمام، وحاليا دلوقتي من بعده الخامنئي المجوسي الفرسي اللي هو أشد عداوة للإسلام وللمسلمين، بيلبس العمامة السوداء ويقول أنا جد النبي عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم شفتوا أكتر من كده مهزلة؟ وللأسف الشديد شيعة العراق زي القطيع بيمشوا ورا منهم من غير ما يفكروا. يا عوام الشيعة في العراق فكروا شوية بس. وانا الفيديو اللي جاي ده بهديه لكم انتم، الفيديو ده لياسر العودة الشيعي المعمم المعتدل. اسمعوا كلامه ده وفكروا فيه. تعالوا نسمعه ونرجع تاني. لكن انتوا يا حكام يا شيعة ماذا قدمتم؟
شو سويتوا؟ التزمتوا خط أمير المؤمنين عليه السلام؟ قتلتوا الشباب؟ ليش قتلتوهم؟ لأنه دفاعا عن المشروع الإسلامي في مقابل المشروع الأمريكي الإسرائيلي. شو هالكذبة؟ ما أنتوا جيتوا على دبابات بريمر. أنتوا الشيعة، أحزاب العراق المؤمنة الشيعية، جيتوا على دبابات أمريكا يوم سقوط صدام، وكان قائدكم وولي أمركم بريمر. لا ولا بتيجي تتسمع لهم لحكام العراق، بتبكي عليهم سيبك تعمل لهم لمية. كلهم قاعدين ببيوت بالأجار وما عندهم مصاري بالبنوك، وكل واحد عنده قصر. وين قصور صدام؟ وين قصور صدام؟ حتى بات أهل العراق يترحمون على أيام صدام كما يترحم الناس، بعض الناس اليوم في لبنان على أيام الاحتلال الإسرائيلي، لأنه كان في رخص. مين بيتحمل مسؤولية الدم؟ كرمال الدم علي بن أبي طالب قاعد على جنب، أنتوا كرمال الكرسي عم تقتلوا بعضكم شيعة بشيعة. وتعال روح شوف البقية شو عم يشمتوا، شو عم بيطلعوا أحاديث، وشو عم بيقولوا عنكم. ما بتقدروا تمسكوا مطرح تحكموا فيه إلا بتخربوه. ما بتقدروا تديروا بلد، وين ما بتحكموا يحلوا الخراب. طب ليش عم تعطوا هذه النموذج، هي الصورة السيئة ليه؟ وكلكم بتحكوا باسم الحسين، وبتصعدوا منابر الحسين، وبتقيموا العزاء على الحسين، وثورة ضد الفساد الحسين، ودروس عاشوراء، والأخ وافعل يزيد، وافعل شمر، افعل عبيد الله بن زياد. لك بلد الأنهار والمياه، الناس عطشة في العراق. اليوم عم بيصير في جفاف بنهر الفرات، بس قبل شو؟ بلد النفط وين بيروح؟ على جيوب هدول العالم المسؤولين. نفس الكلام. لبنان العراق وهم يحملون اسم علي بن أبي طالب والحسين. يا معاشر المسلمين ويا عوام الشيعة اللي مش فاهمين، خدوا بالكم كويس، العدو الأول والحقيقي للإسلام وللمسلمين هم الشيعة مع اليهود، علشان الشيعة هي الذراع الأيمن لليهود، وهم اللي بيساعدوهم دلوقتي والله في دك وضرب إخواننا في غزة، وإخواننا في سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي كل الدول العربية. أتمنى منكم إن انتوا تاخدوا كلامي ده وكلامي اللي انتوا سمعتوه في الفيديو ده بعين العقل شوية، وأكيد الصورة هتتضح لكم. وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.